حرفيا دي التجربه اللي حولت الموبايل لكونسول فيل. بتلعب وتخسر بسبب تهنيج الموبايل من الحراره، صوابعك مغطيه الشاشه ومش عارف تاخد تجربه الجيم مظبوطه. لكن اول ما بتمسك الموبايل بالجيم سير اكس 5 اس قواعد اللعبه بتتغير، واللي بيجي بتو ستاكس انالوج يعني تحكم كامل وكل خطوه في الجيم بقت محسوبه. وعندك ال 1 وال 2 والار 1 والار 2 يعني اكشن اسرع، كل ازراره قابله للتخصيص من جوه كونفيجريشن اللعبه، وتقدر تشيل الزراير دي وتغير اماكنها بالطول اللي جايه معاك. ومن تجربه الزراير اكيوريت جدا وزيرو انبوت لاج. اكس 5 اس مصنوع من خامات بريميوم جدا، وبالتالي فالماسكه في منتهى الفخامه، وبيجي معاه جراب روش جدا عشان يحافظ عليه. ولما الحراره تعلى ما تقلقش، لان الاف اكس 5 كولر هيلعب معاك الجيم. وحده تبريد عبقريه من قطعتين عباره عن بطاريه وفانه، وفيها جزء معدني عشان ينقل البروده الموبايل، وبتركب بالشكل ده. فيها زرار فتح وقفل، وفيها زرار بيتحكم في درجه البروده، وكل درجه بيعبر عنها لون مختلف. وسواء الستيكس او الكولر بيشحنوا من منفذ سي، وبطاريتهم بتصمد ما تقلقش. والمميز كمان هو الجيم هاب، وده السحر اللي بيجمع كل الالعاب بجميع انواعها وبيشغلها لك على كل الاجهزه. والمفاجاه مجاني بالكامل، ده غير طبعا الدعم المتكامل والسلس للاكس 5 اس لكل الالعاب الموجوده عليه. تجربه الجيم سير اكس 5 اس مع الاف اكس 5 كولر، موبايل بارد وجيم ثابت ومفيش دروبات. ومن هنا اقدر اقول لك ان الموبايل لوحده مش للجيمنج. من لي متابعه وخلي لعبك في مستوى تاني، وساب لي كومنت بكلمه جيم سير وهبعت لك السعر والتفاصيل، او هتلاقي اللينك عندي في البايو.